يانج بيكتشف ان الدكتور ها مات، ومن الواضح ان حد قتله عشان يخبي جريمه اكبر ورا الموضوع. قبل كده الشرطه كانت سالت جانج عن مكان ال3 مليار اللي كانوا فلوس الفديه، وكانج قال لهم انه حط الفلوس في شنطه العربيه، لكن لما الشرطه فتشت العربيه الفلوس ما كانتش موجوده. وفي الوقت اللي الدكتور ها اتصل بيه الدكتور تشوي وطلب منه يجي المستشفى، حد بعت رساله لنومان هوي وطلب منه يكمل تنفيذ الخطه زي ما كانت متخططه من الاول. وبعدها الشخص ده بعت لنومان هوي صور لشنطتين مليانه فلوس، وده خلى السؤال يظهر من جديد، مش دي نفس الفلوس اللي كان جانج قال انه حطها في شنطه عربيته؟ نرجع للحاضر. كانج اكتشف ان الدكتور ها مات، والغريب انه بدل ما يخاف انه يتشك فيه ويهرب راح بنفسه وبلغ الشرطه وصلت مكان الحادث، وفريق الطب الشرعي بدا يفحص الجثه ويجمع كل الادله الموجوده في المكان. وبعدها الشرطه قربت من جانج عشان تاخد اقواله عن اللي حصل وازاي اكتشف الجثه. لكن قبل ما كانج يبدا يتكلم الدكتور تشوي وصل هو كمان، وكانج المره دي قرر انه ما يغطيش على حد، وقال للشرطه ان اخر شخص الدكتور ها قابله قبل موته كان الدكتور تشوي اتوتر جدا وملامح القلق ظهرت على وشه، ده خلى الشكوك تزيد حواليه. الشرطه سالته عن سبب وجوده في المستشفى لكنه كذب وقال انه جه المستشفى لكنه ما قابلش الدكتور ها، وبعدها رجع بيته على طول. لكن سيان كانت فاكره ان في الليله دي بالصدفه سمعت والدها بيتكلم في التليفون مع حد وكان بيضغط عليه ويطلب منه يجي المستشفى فورا. وبعد المكالمه الدكتور تشوي خرج من البيت وهو في حاله عصبيه واضحه. الشرطه قالت ان منطقه الجراج فيها كاميرات مراقبه، وبالتالي لو عايزين يعرفوا الحقيقه كل اللي عليهم يعملوه ان هم يراجعوا التسجيلات. سيان طلبت انها تروح معاهم لانها كانت عايزه تتاكد بنفسها اذا كان كلام والدها صحيح ولا لا. وبالفعل الشرطه رجعت تسجيلات الكاميرات، وظهر الدكتور ها وهو داخل ناحيه مخرج الطوارئ، وبعد شويه ظهر الدكتور تشوي وبعدها خرج من المكان. وفي النهايه ظهر كانج وهو اللي وصل واكتشف الجثه، وبعد فحص الجثه اتضح ان الدكتور ها مات بعد ما اتسمم بماده كلورايد البوتاسيوم. الشرطه كملت تتبع تحركات الدكتور ها واكتشفت انه كان راكب الاسانسير مع الدكتور تشا قبل وفاته. الدكتور تشا اتصدمت، خصوصا ان قبلها بساعات كان الدكتور ها قدامها عايش وفجاه بقى جثه. الدكتوره تشا قالت للشرطه ان حاله الدكتور ها النفسيه في الفتره الاخيره كانت سيئه جدا، وكان واضح انه شايل هموم واسرار كتير جواه لكنه ما كانش قادر يحكيها لحد. وعشان كده الشرطه بدات تفكر ان ممكن يكون الدكتور ها وصل لمرحله اليأس وقرر ينتحر باستخدام كلورايد البوتاسيوم. بعدها الشرطه فتشت تليفون كيم مرات الخاطف واكتشفوا انها كانت على تواصل مع الخاطف، وانها كانت بتستخدم الدكتور ها عشان تتابع تحركات كانج وتعرف اخباره. وكمان الشرطه لقت في ملف كيم الطبي انها كانت بتعاني من حساسيه شديده تجاه كلورايد البوتاسيوم. وهنا بدات الشرطه تشك في كيم واعتبرتها واحده من اهم المتهمين في قضيه اختطاف سيان. وبعدها الشرطه راحت لكانج وسالته ليه كنت رايح للدكتور ها يومها. كانج قال انه كان عنده حاجات كتير عايز يسمع اجابتها من الدكتور ها بنفسه، زي مثلا ليه كان بيتعاون مع كيم في اختطاف مراته، وليه كان ناوي يستخدم كلورايد البوتاسيوم عشان يقتل كيم. تاني يوم الصبح كيم فقت من الغيبوبه والشرطه راحت لها عشان تاخد اقوالها، لكن الدكتور قال لهم انها لسه فايقه وجسمها ضعيف جدا ومش هتقدر تستحمل التحقيق دلوقتي. واثناء ما الشرطه كانت على وشك تمشي كيم قالت لهم جمله خلتهم يقفوا مكانهم. قالت ان هي وجوزها الاثنين مجرد شطرنج في ايد الشخص اللي واقف ورا كل حاجه، والكلام ده خلى الشرطه تبدا تشك من جديد، خصوصا ان جانج نفسه كان قبل كده لمح انه اتورط واتعملت له مكيده واتحط عليه ذنب اختطاف مراته. وفي الوقت نفسه الاعلام بدا ينشر خبر ان الخاطف نومان هوي ومراته كيم هم اللي خطفوا سيان بنت مدير المستشفى المشهور، وده كشف ان جانج باعتباره جوزها اتظلم واتحمل التهمه طول الفتره اللي فاتت. وبعد ظهور الحقيقه كل الناس اللي كانوا بيطاردوا جانج وبيشكوا فيه بداوا يغيروا موقفهم منه، حتى الشرطي تشوي راح لبيت جانج بنفسه عشان يعتذر له عن اللي حصل. الشرطه قالت انها بدات تكتشف ثغرات في كل اللي حصل، وانه واضح ان في شخص واقف في الخفا وبيحرك كل حاجه من ورا الستاره. والخطه كلها كانت هدفها انها تزق جانج ناحيه السجن وتخليه يتحمل كل التهم. وبالليل الدكتور كو راح يشوف حاله كيم في المستشفى، وهناك عرفنا ان كيم وجوزها كانوا قبل كده راحوا للدكتور كو وطلبوا يشاركوا في مشروع زراعه الانسجه البشريه. تاني يوم الصبح الدكتور كو عقد اجتماع داخل المستشفى، وبسبب قضيه وفاه الدكتور ها المستشفى كانت متوقفه عن العمل بقالها كذا يوم، ولو الوضع استمر كده الشغل والمستشفى نفسها هيتعطلوا بشكل كبير. فالدكتور كو طلب من الكل يشد حيلهم واستعدوا يرجعوا للشغل بشكل طبيعي. وفي اللحظه دي كانج ظهر في الاجتماع، وده ضايق الدكتور كو جدا لكنه تعمد يتجاهل وجوده وكانه مش شايفه. وبعدها طلب من الفريق ان هم يهتموا بكيم كويس كمان كام يوم، ولما حالتها تستقر الشرطه هتيجي تاخدها من المستشفى. لكن كانج فاجئهم كلهم لما رشح نفسه للمهمه لانه هو اللي عمل العمليه لكيم بايده ومفيش حد فاهم حالتها اكتر منه. الدكتور كو حاول يعترض وما كانش عايز يوافق، لكن رايه كان لوحده وما قدرش يواجه راي الاغلبيه. وبعد الظهر كانج راح اوضه كيم عشان يتكلم معاها، وكيم اتوترت جدا اول ما شافته وبدا يسالها عن اعترافاتها اللي سمعها قبل كده واللي بسببها هو نفسه اتظلم واتحط عليه اتهامات ملوش ذنب فيها، وكان عايز منها تفاصيل اكتر عن علاقتها بالدكتور كو وعن اللي حصل بينها وبالدكتور تشوي. كيم قالت انها كانت قدمت قبل كده عشان تشارك في مشروع زراعه الاجنه البشريه، لكن الدكتور كو رفضها من اول مرحله، والسبب ان كان عندها سابقه قضائيه في الماضي، وده خلى كيم تحقد عليه جدا. بعدها جانج اتصل بمراته وطلب منها تستلف له كارت الدخول عشان يقدر يدخل مكتب الدكتور هاو يفتش فيه، وفعلا بدا يدور لكن مهما فتش ما قدرش يلاقي ملف كيم الطبي. بعدها سيان راحت تقابل جوزها عشان تسترجع منه كارت الدخول، وكانج حكى لها ان كيم كانت قدمت للمشاركه في مشروع زراعه الانسجه، لكن الدكتور كو رفض بسبب ماضيها
بيها القضائي ودخل عندها طغينه وبعدها اتجهت لاختطاف سيان. كانج قال انه فتش المكتب كويس جدا لكن ملف تقديم كيم للمشروع اختفى وواضح ان حد اخفاه عنه، وعشان كده كانج قرر يدخل مكتب الدكتور كو ويفتش بنفسه. سيان سالته هو كل اللي حصل ده ممكن يكون له علاقه ببابايا، لكن كانج ما ردش عليها. هو مش عايزها تعرف الحقيقه بالطريقه دي ولا عايزها تنهار بعد ما تفقد ثقتها في والدها، وده خلى سيان تزعل منه جدا، خصوصا انه كان وعدها قبل كده انه هيشرح لها كل حاجه اول ما الاثنين يبقوا في امان. لكن في النهايه كانج رجع وخلف وعده، وبعدها كانج شاف الدكتور تشا والاثنين بداوا يتكلموا. كانج شكرها لانها ساعدته قبل كده وخلته يعدي من الشرطه من غير ما يتقبض عليه، لكن منظر كانج وهو واقف مع الدكتور تشا خلى سيان تغير عليه، فقررت تستغل الفرصه وتقول انها داخله مكتب ابوها عشان تحط له ميه. وبمجرد ما الدكتور كو خرج من المكتب سيان دخلت بسرعه بدات تفتش ودورت في كل مكان لكن ما لقتش اي ملف متعلق بمشروع زراعه الانسجه، والحزن حظها اكتشفت ان في اوراق مستخبيه ورا جزء من دولاب المكتب. طلعتها بسرعه وبدات تصور الاوراق والمستندات المهمه، وفجاه سمعت صوت الدكتور كو وهو راجع، وسيان اتوترت بسرعه ورجعت الملفات مكانها قبل ما يدخل. وبمجرد ما الدكتور كو شاف بنته جوه المكتب اتفاجئ انها موجوده، لكنها قالت انها جت عشان تاخد صينيه الشاي مش اكتر. وتاني يوم الصبح الخاطف نيومان هوي راح لمحل ادوات وبدا يشتري شويه حاجات، اشترى كام اداه محتاجها لتنفيذ خطته، واثناء ما كان بيطلع فلوس عشان يدفع كان صاحب المحل بيتفرج على الاخبار. صاحب المحل بص لصوره القاتل في الاخبار، وبعد ما قارن الصوره بوش نيومان هوي اتصدم وعرف ان هو قدام نفس الشخص، لكن قبل ما يلحق يستنجد بحد نيومان هوي استخدم الشاكوش اللي لسه شاريه وضرب بيه صاحب المحل لحد ما قتله. الشرطه وصلت بسرعه لمكان الحادث لكن كاميرات المراقبه جوه المحل كانت متدمره، ما كانش قدامهم غير ان هم يتتبعوا الكاميرات الموجوده في الاماكن القريبه ويحاولوا يعرفوا الطريق اللي مشي فيه القاتل. وفي الصبح سيان راحت المستشفى وهناك قابلت بالصدفه الدكتور تشا اللي كانت شايفاها منافسه ليها. سيان ما حبتش تتجاهلها لكن الدكتوره تشا هي اللي قربت منها وبدات تتكلم وقالت لها ان جانج دايما بيحكي لها عن مشاكله العائليه، ونصحت سيان انها تقضي وقت اكتر مع جوزها بدل ما تفضل طول الوقت غرقانه في شغلها. بعدها سيان راحت مكتب كانج عشان تقابله، سلمته اليو اس بي اللي فيها الملفات اللي كان محتاجها، وكمان حكت له انها قابلت الدكتوره تشا قبل ما تجيبه، وان الدكتوره تشا قالت لها ان كانج بيحكي لها عن مشاكله بدل ما يحكي لمراته. الكلام ده خلى سيان تحس انها مش واخده نفس مكانه الدكتوره تشا عند جوزها، وانه ممكن يكون شايف حد من بره اقرب له ليها. ممرضه المستشفى شافت سيان وهي خارجه من مكتب كانج وحالتها مش كويسه، فجريت تبلغ الخاطف باللي حصل وقالت له انها تعبت من موضوع المراقبه والتجسس ده ومش عايزه تفضل تعمل كده. لكن نومان هوي هددها وقال لها لو عايزه تشوفي جدتك بكره الصبح يبقى لازم تكملي في مساعدتي وتفضلي عيني اللي بتراقب كانج ومراته. في الناحيه الثانيه كانج كان بيراجع ملفات الاشخاص اللي اتقابلوا في مشروع الانسجه الصناعيه، ولاحظ ان كل الاشخاص اتوافق عليهم ما عدا كام اللي تم رفض طلبها، فبدا يدقق في الملفات اكتر ويحاول يعرف ايه السبب الحقيقي ورا رفضها. وفي نفس الوقت الشرطي تشوي كان بيراجع سجل المكالمات الموجوده على تليفون كام، وفجاه لقى خيط مهم جدا، اكتشف ان كام كانت على تواصل مع الدكتور تشا. بعدها الشرطي تشوي رجع يراجع تسجيلات كاميرات المراقبه في الاسانسير واللي ظهر فيها الدكتوره ها مع الدكتور تشا، وهناك اكتشف تفصيله مهمه جدا. على طول راح يدور على الدكتور تشا وبدا يسالها عن اللي حصل في اليوم ده وايه اللي قالته للدكتور ها وخلاه يغير اتجاهه. في البدايه الدكتور ها كان ناوي يطلع للدور الرابع، لكن بعد ما سمع الدكتوره تشا بتتكلم غير اتجاهه وضغط على زر الاسانسير عشان ينزل للبدروم. الدكتوره تشا حاولت تلف وتدور في الكلام لكن الشرطي تشوي كان فهمها كويس وقال لها انه اكتشف من سجل المكالمات ان بينها وبين كام اتصالات وتواصل من قبل كده. وفي الناحيه الثانيه كانج نزل يراجع اسماء الناس اللي بيمولوا المستشفى، وهناك اكتشف حاجه صادمه، كل الاشخاص اللي توافق عليهم في مشروع الانسجه الصناعيه كانوا في الاساس من المتبرعين والممولين للمستشفى، يعني المشروع اللي المفروض يكون امل للمرضى والمجتمع ما كانش معمول عشان يساعد الناس اصلا. الحقيقه ان الدكتور كو هو اللي عمل المشروع بهدف جمع اكبر قدر من الفلوس، كان بيستخدم خلايا من الاجنه عشان يصنع الانسجه الصناعيه وبعدها يبيعها للاغنياء واصحاب النفوذ ويحقق ارباح ضخمه من ورا المشروع. وساعتها كيم فهمت اخيرا انها كانت مجرد اداه في ايد الشخص اللي ورا كل حاجه، وانه كان بيتلاعب بيها وبيخدعها من البدايه. في الوقت نفسه الشرطه قدرت تحدد رقم لوحه العربيه بتاعه الخاطف وبدات تتبع الطريق اللي ماشي فيه، وبعدها اتصلوا بكانج وحذروه ان مراته في خطر، وكانج حاول يتصل بسيان بسرعه لكنه لقاها مش بترد. سيان كانت لسه زعلانه منه بسبب موضوع الدكتوره تشا ومش عايزه تسمع كلامه. كانج جري على مكتبها يدور عليها، لكن في الوقت ده كانت سيان دخلت الاسانسير ونزلت ناحيه الجراج. كانج جري على المدخل الرئيسي لكن ما قدرش يلحقها، وفي نفس الوقت سيان وصلت للجراج بصت على مكالمه كانج لكنها قررت ما تردش عليه، وفجاه نومان هوي ظهر قدامها والشاكوش في ايده وبص لها وقال لها ان وقتها خلاص جه وانها دلوقتي رايحه للموت، النهارده مفيش غير ربنا اللي يقدر ينقذها. ونرجع للماضي. في الوقت ده نومان هوي كان لسه شخص كويس وحياته كانت صعبه جدا، كان بيشتغل في تصليح اجهزه الكمبيوتر لكن الشغل ما كانش بيدخل له فلوس كفايه، وعشان كده كان عايش في ظروف صعبه جدا. حتى الشقه القديمه اللي كان مأجرها كانت الكهرباء فيها بتتقطع من وقت للتاني، لكن كان بيكسل يصلحها ومش فارق معاه، لحد ما في يوم بنت نادته بدات تتكلم معاه، والبنت دي كانت كيم اللي هتبقى مراته بعد كده. كيم ما اهتمتش انه فقير، بالعكس هي اللي بدات الكلام معاه وحاولت تتعرف عليه، وقالت له انها فاتحه محل كوافير في اخر الحاره وان شعره طويل لو حابب يجي عندها هي هتقصه له. لكن نومان هوي كان فاقد الثقه في نفسه بسبب ظروفه، وكل شويه
شويه كان بيحاول يمشي، ومع كل مره كان بيحاول يبعد كيم كانت بتوقفه وتطلب منه يفضل. اهتمامها بيه وطيبتها معاه خلوه يتوتر ومش عارف يتصرف. ومش بس كده، كيم كمان ادته جزء من اكلها عشان يتعشى، وده خلى الشاب اللي عاش لوحده سنين يحس لاول مره بدفى واهتمام من ست. رجع بيته وفجاه بقى عنده طاقه غريبه وقام يصلح اللمبه بنفسه، كأن حياته بدات تنور من جديد من يوم ما قابل البنت دي. لكن في يوم شاف راجل ضخم واقف قدام بيت كيم وبيخبط على الباب بعنف. الراجل ده كان داين كيم بفلوس، واول ما كيم فتحت الباب الراجل دخل عليها بعنف. نومان هوي شاف اللي حصل وخاف وما قدرش يتدخل، لكن لما سمع من جوه البيت صوت ضرب وعنف شديد ما قدرش يفضل واقف فدخل بسرعه. الراجل اول ما شافه لقاه مجرد شاب ضعيف فما ادالوش اي اهتمام وكمل ضرب في كيم. نومان هوي ما قدرش يستحمل اكتر من كده، خطف شاكوش كان قريب منه وضرب الراجل بيه على دماغه، وبعد الضربه الاولى ضربه مره تانية وبعدها مره ثالثه وبعدها ضربات كتير لدرجه انه ما قدرش يوقف نفسه. ومن اللحظه دي نومان هوي اكتشف لاول مره الاحساس الغريب اللي بيجيله لما بيقتل حد. وكيم كانت واقفه وشافت كل اللي حصل، لكن بدل ما تخاف منه حست بدفى واطمئنان لان اخيرا بقى في شخص يقدر يحميها. نومان هوي كان عايز يروح يسلم نفسه للشرطه، لكن كيم وقفته فورا وقالت له انه لولا هو كانت ممكن تموت، وقالت له من اللحظه دي يسمع كلامها هي. نومان هوي ساعتها وافق، والاتنين حطوا الجثه بتاعت الداين في شنطه وسحبوها للغابه ورموها في النهر. بعد ما خلصوا كيم اخدت نومان هوي للمحل بتاعها وبدات تغسل له شعره، ومن هنا والاتنين عاشوا لوحدهم وسط الدنيا، والاتنين عندهم نفسيه مضطربه جدا وبداوا رسميا يعيشوا مع بعض. نرجع للحاضر، الجانج راح المستشفى وورى كيم قائمه للاشخاص اللي اتقبلوا في مشروع التبرع بالانسجه، وكل الاسماء الموجوده كانت لاشخاص اصحاب نفوذ ومناصب كبيره. وعشان كده كانج قدر يستنتج ان حتى لو كيم كانت صاحبه سجل نضيف وما دخلتش السجن اصلا كانت برضه مش هتتقبل في المشروع ده. وفي الوقت نفسه الشرطه كانت بتستجوب الدكتوره تشا، وبعد ما اكتشفت انها مش هتقدر تنكر اكتر من كده اعترفت انها كانت تعرف كيم، وقالت انها قابلتها اول مره لما كانت بتتطوع في السجن وكانت بتقدم علاج ودعم نفسي للسجينات. وبما ان الاتنين ارتاحوا لبعض جدا وكانوا بيتكلموا مع بعض بسهوله، بعد ما كيم خرجت من السجن بدات تدور على الدكتوره تشا وتروح لها عشان تكمل علاجها النفسي، وقالت ان ده كل اللي حصل بينهم، يعني علاقتها بكيم كانت بسبب حالتها النفسيه وبس. والدكتوره تشا ملهاش اي علاقه بخطه اختطاف كيم وجوزها لسيان، لكن الشرطه ما كانتش معاها دليل يثبت تورط الدكتوره تشا. وفي الوقت ده المحقق جاله اتصال مهم فاضطر يسيب الموضوع مؤقتا وما يكملش التحقيق معاها. وفي الناحيه الثانيه الخاطف كان واقف قدام سيان والشاكوش في ايده، وسيان لفت وجريت بسرعه لكنه لحقها ومسكها. حاولت تفلت ايديها منه وقدرت تتفادى اول ضربه بالشاكوش، لكن باب مخرج الطوارئ كان مقفول تماما. وفي اللحظه اللي الخاطف كان هيهجم عليها تاني الباب اتفتح فجاه وسيان اتسحبت لجوه بسرعه والباب اتقفل تاني. طلع ان جوزها كان وصل في الوقت المناسب عشان ينقذها، ونومان هوي اتقفل عليه بره وفضل واقف وهو مولع من الغيظ، لكن قبل ما يعمل اي حركه سمع صوت عربيات الشرطه بره فاضطر يهرب. لكن جانج ما كانش مستعد يسيبه يفلت بسهوله، خرج وراه رغم انه كان في خطر، والخاطف ما كانش لسه بعد وكان لسه معاه السلاح ومليان غضب من جانج، لكنه عرف ان الشرطه قربت فاختار يهرب بدل ما يخاطر ويتقبض عليه. جانج جري وراه بكل قوته، وفي الوقت نفسه الشرطه وصلت عند سيان وبدات تطمن عليها، وهي قالت لهم الاتجاه اللي جوزها والخاطف جريوا فيه، فالشرطه اتحركت بسرعه ورا الاثنين. حتى كيم وهي في اوضه المستشفى حست ان في حاجه غريبه بتحصل بره. اما جانج فكان بيجري وسط طريق مليان عربيات ومش مستعد يضيع اثر الخاطف، لانه عارف ان لو ما قدرش يمسكه المره دي الناس اللي بيحبوهم هيفضلوا في خطر. نومان هوي بدا يقلب الحاجات اللي موجوده على الطريق عشان يعطل كانج ويبعده عنه، لكن كانج كان اسرع والمسافه بينهم بدات تقل اكتر واكتر. وعند واحده من التقاطع الخاطف فجاه رمى كيس زباله في وش كانج وقع على الارض واتخبط جامد. نومان هوي استغل اللحظه وخطف قطعه حديده كانت قريبه منه وبدا يقرب من كانج عشان يقتله. كانج حاول يساله مين الشخص اللي واقف وراه وحركه عشان يخطف مراته، ونومان هوي كان فاكر ان كانج خلاص هيموت على ايده فحس بشويه شفقه عليه وقرر يقول له الحقيقه، وقال له ان سيان من البدايه ما كانتش هي الهدف الحقيقي، الهدف اللي كان مطلوب منه يتخلص منه هو كانج نفسه. كانج اتصدم من الكلام وساله بسرعه طب مين اللي وراك، مين اللي استاجرك عشان تقتلني، لكن الخاطف رفض يرد. كانج حاول يقنعه انه ما ينفعش يفضل يسمع كلام الشخص ده لانه لو كمل وراه مراته هي اللي هتدفع الثمن، وقال له انه من يوم واحد بس الشخص اللي واقف ورا كل حاجه اصدر امر للدكتور في المستشفى انه يحقن مرات الخاطف بماده سامه، ولو كانج ما اكتشفش الموضوع في الوقت المناسب كان مراته ماتت من زمان. وبالنسبه لنومان هوي مراته كانت كل حياته فما بقاش قدامه اي اختيار غير انه يثق في كلام كانج. لكن قبل ما يقدر يقول له اسم الشخص اللي ورا كل ده صوت عربيات الشرطه بدا يقرب اكتر واكتر. نومان هوي استغل الفرصه وهرب قبل ما يكشف اسم العقل المدبر. بعدها كانج رجع للمستشفى وعربيات الشرطه، واول ما وصل جري بسرعه على اوضه مراته عشان يطمن عليها، لكنه لقى حمام موجود قبله. والد سيان بدا يهاجم كانج وقال له ان هو جوز فاشل ومش نافع، وفوق كل ده وشه نحس وحظه سيء، وان هو السبب في كل الخطر اللي حصل لبنته. لكن كانج ما كانش عنده استعداد يدخل في لعبه التظاهر بالغباء دي، بص له مباشره وساله انت مش انت اللي ورا خطه اختطاف مراتي من البدايه عشان تلزق كل التهم فيا، ولما الخطه باظت كنت عايز تقتل كام عشان تتخلص من اخر شخص ممكن يكشف الحقيقه صح؟ اول ما حماه سمع الكلام ده اتجنن من الغضب وكأن اعصابه انفجرت في لحظتها. والد سيان اقسم انه ملوش اي علاقه بموضوع اختطافها، لكنه اعترف
اعترف انه يعرف كيم وانه هو اللي رفض طلبها للمشاركه في مشروع، وشرح ان سبب اختياره للاشخاص الاغنياء للمشاركه في المشروع ان هم كانوا بيدفعوا فلوس حقيقيه وبيمولوا المشروع، وده ساعده يكبر ويكمل. وقال ان كميه الانسجه المتاحه مش كبيره لدرجه انها تكفي انقاذ كل الناس الفقيره، وعشان كده اي حد في منصبه كرئيس للقسم كان غالبا هيفضل اصحاب الفلوس لان هم اللي بيمولوا المشروع. كل واحد ممكن يكون عنده مبرراته، لكن في النهايه الموضوع كله بيرجع لطمع الانسان، وطمع والد سيان هو اللي عرض بنته وجوزها للخطر. ومش بس كده، ده جر ناس ابرياء تانية للمشكله. وفي ناحيه تانية الدكتوره تشا كانت لسه بتاكد للشرطه انها بريئه وملهاش اي علاقه باي حاجه، لكن اول ما لقت فرصه والناس مش واخدين بالهم سحبت شنطتها وقررت تهرب. لكن قبل ما تلحق تتحرك نومان هوي فتح باب العربيه وقعد في الكرسي اللي جنب السواق، وفي نفس اللحظه كانج قرر اخيرا يقول لسيان الحقيقه كامله. قال لها ان مشروع والدها الخاص بزراعه الانسجه مش عادل للناس كلها، لان الاغنياء بس هم اللي كان مسموح لهم يشاركوا فيه، اما الفقراء فمالهمش فرصه. والاخطر من كده ان الانسجه المستخدمه في المشروع ما كانتش انسجه معتمده اصلا، لكن كانت خلايا جذعيه ماخوذه من اجنه، وده شيء غير قانوني. سيان اتصدمت جدا من اللي سمعته وما كانتش تتخيل ابدا ان والدها ممكن يكون بالشكل ده، لكن في نفس الوقت كل اللي عمله والدها كان بهدف تحقيق مكاسب لنفسه ومالوش علاقه باختطاف سيان. اما الشخص اللي كان بيحرك كيم وجوزها من ورا الستاره فهويته لسه مجهوله، وكانج راح تاني للشرطه وهناك الضابط قال له ان الدكتوره تشا هربت، وكمان شرح له طبيعه العلاقه اللي كانت بينها وبين كيم. وكانج اتصدم جدا، ما كانش متخيل ان الست اللي كان تقريبا بدا يحس ناحيتها بمشاعر ممكن تكون في الحقيقه حلقه مهمه جدا في سلسله الاحداث دي كلها. وفي الوقت نفسه كيم كانت لسه مقيده في سرير المستشفى، وكانج راح لها وقال لها ان الدكتوره تشا اللي كانت بتعالجها نفسيا طول الفتره اللي فاتت مش شخصيه بسيطه زي ما كانت فاكره، وممكن جدا تكون هي نفسها الشخص اللي رفض طلبك للمشاركه في مشروع زراعه الانسجه من البدايه. كيم رفضت تصدق الكلام ده تماما، لانها طول الفتره اللي قضتها في السجن كانت الدكتوره تشا هي اللي واقفه جنبها وبتشجعها بكل قوتها انها تعيش حياتها كويس. كانج خمن ان الدكتوره تشا ممكن تكون هي اللي عرفت كيم على شخص تاني عنده قدره على علاج مشكله العمود الفقري اللي عندها، وسالها ده صح. كيم اترددت وما رضيتش تعترف وما بقتش عايزه تدخل في جدال اكتر، فكانج حذرها وقال لها ان الدكتوره تشا هربت، ودلوقتي كيم بقت لوحدها في اوضه المستشفى، والشخص اللي ورا كل اللي حصل ممكن في اي لحظه يحاول يتخلص منها. وفعلا اول ما كيم سمعت الكلام ده بدات تخاف، اما كانج فكان واضح انه بدا يحضر لخطه جديده. وفي الوقت ده سيان كانت بتراجع من جديد قائمه الاشخاص اللي شاركوا في مشروع زراعه الانسجه، وفعلا القائمه كانت كلها تقريبا يا اما ابناء عائلات غنيه جدا يا اما مسؤولين محليين، والمبالغ اللي كل واحد منهم دفعها للمشروع كانت مش اقل من 100 مليون وون. والدها اللي طول عمره كان بيعلمها ان الطبيب لازم يعامل المريض زي امه وان الرحمه اهم حاجه في الطب، لكن دلوقتي هو نفسه بقى مستعد يتجاهل انسانيه الناس عشان الفلوس. سيان رجعت البيت وهي منهاره وبدات تلوم كانج وقالت له انت كنت عارف كل ده من زمان ليه ما قلتليش؟ وبعدها سالته اذا كان اليوم اللي بنتهم كانت جوه في غرفه العمليات هو نفس اليوم اللي اكتشف فيه حقيقه جرايم والدها. وفعلا في الليله دي اول ما كانج عرف الحقيقه قرر انه ينسحب من المشروع، لكن ما قدرش يفضح الموضوع لان لو الحقيقه ظهرت اكبر شخص هيتحمل المسؤوليه هي مراته. سيان كانت وقتها رئيسه المستشفى وكمان هي بنفسها اللي وافقت رسميا على مشروع زراعه الانسجه. بعد يوم وليله من التفكير كويس كانج في النهايه قرر يفضل في المشروع، وبايده هو اخذ خلايا البنكرياس ونفذ العمليه للمريض. لكن في الوقت اللي العمليه كانت شغاله فيه بنته كانت في نفس الوقت بتتعرض لخطر كبير، والممرضه جريت وبلغت حماه باللي حصل. لكن قدام الاختيار بين حياه حفيدته وحياه المستثمر هو اختار المستثمر من غير اي تردد، لان لو كانج وقف العمليه في نصها والعمليه فشلت محدش بعد كده كان هيرضى يحط فلوسه في المشروع. سيان ما كانتش تعرف اي حاجه من اللي حصل، وفي الوقت ده ما قدرتش تتصل بجوزها، والوقت الثمين فضل يعدي لحد ما بنتهم ما بقاش قدامها اي فرصه تانية للنجاه. ومن اليوم ده سيان بدات تحمل كانج ذنب موت بنتهم وتكرهه. كانج ما عرفش انه فقد بنته الوحيده الا بعد ما خلص العمليه، ولما رجع وقف قدام غضب مراته ما كانش عارف يشرح لها الحقيقه ازاي. سيان وقتها كانت وصلت لاقصى درجات اليأس، وكانج كان عارف ان لو قال لها كمان ان والدها هو اللي اختار حياه المستثمر على حياه بنته مش هتقدر تستحمل الصدمه، وعشان كده قرر يخبي عنها كل حاجه وقبل انه يسيبها تكرهه وتعتبره انسان عديم الاحساس كل اللي يهمه شغله ومش فارق معاه بيته ولا عيلته. لكن دلوقتي بعد ما سيان فهمت الظلم اللي جوزها عاشه طول السنين دي حست انها ظلمته جدا. خساره بنتهم كانت وجع مشترك بينهم هما الاثنين، لكن طول الوقت هي كانت فاكره ان وجعها اكبر من وجعه وان كانج شخص بارد وما بيهتمش غير بشغله. دلوقتي كل سوء الفهم انكشف، وسيان حضنت جوزها بقوه وفضلت تعتذر له من غير توقف، ووعدته انها من هنا ورايح مهما حصل هتثق فيه ثقه عميقه. ولما سمع كانج كلامها قرر يقول لها حقيقه تانية، وقال لها ان الخاطف ما كانش مستهدفها هي من البدايه لكن مستهدفه هو. بعد ما هدى مراته وخلاها تنام جاله اتصال تليفوني فخرج فورا وساق عربيته في نص الليل. وفي الوقت نفسه كان نومان هوي بيتحرك في الطريق، ركن عربيته في موقف جنب الطريق وفضل مستني شخص معين، وبعد شويه الشخص ده ظهر. نومان هوي نزل من العربيه وبدا يمشي وراه من بعيد، وبعدين استخدم سلسله ولفها حوالين رقبته وسحبه بقوه ناحيه حاره ضلمه. نومان هوي كان غضبان جدا وواجه الراجل وقال له انت وعدتني، انا عملت كل حاجه طلبتها مني، ليه عايز تقتل مراتي كمان؟ لكن الراجل هدده وقال له لو قتلتني الليله دي بكره مش هيكون في حد يقدر ينقذ مراتك.